يا حبيبي، مهما كنت محبوبا بين الناس سوف تجد مريضا نفسيا يكرهك بلا سبب، شئت أم أبيت. هناك من يموت حقدا بسببك. ويا صديقي، لا تسمح لأي إنسان كائنا من كان أن يستهزئ بك، فأنت لست بفاشل. وقل له كما تراني أراك، مهما كان مستواك حياتك الشخصية خط أحمر. إياك أن تقبل الإهانة على نفسك في سبيل الحفاظ على زواج أو مال أو شغل. كرامتك رأس مالك. الله خلقك كريم، والله هو خير الرازقين. فلا تسعى لإرضاء أحد، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. لا تجعل همك هو حب الناس. الإنسان الذي يبني لنفسه مجدا لا يلتفت لكلام الناس. والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله. فعليك بالتطنيش، فالتطنيش فن راق لا يتقنه إلا محترف السعادة. وإياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك. يكفي أن الله تبارك وتعالى يرى خالص نواياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش يا حبايبي تدعوا لأمي وأبويا بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمهم يا رب وينور قبرهم ويجعل مسكنهم الجنة. ما تنسوش يا حبايب قلبي، انا عايزة اشكر الناس اللي دخلت لي من عند هبة، انتوا على دماغي، وطبعا كلكم محترمين وما تتخيروش عن هبة يا رب. كل حبايب هبة محترمين وناس كويسين، ربنا يسعد قلوبكم ويجبر بخاطركم، وكلكم على دماغي. واي حد كتب لي تعليق حلو ربنا يسعد قلوبكم ويفرح قلوبكم. شكرا جدا لل2000 متابع، ان شاء الله يا رب اوصل معاكم 20,000 متابع. وشكرا للناس الجميلة اللي دخلت وساعدتني، واما طلبت المساعدة ما تأخروش عني، ربنا يا رب يسعد قلوبكم. كنت عايزة اتكلم معاكم، ده روتين كده، بصوا مش ده ما بصحى من النوم خالص، ده النهاردة مفيش مدرسة، وكنت كمان فرشت قلت بقى اطلع اصور معاكم كده. بصوا حبايب قلبي، الناس اللي كتبت لي الاحسن ليك ان انت تاخدي محل، انا ظروفي ما تسمحش ان انا اجر شقة ومحل. وبعدين انا يعني عشان ارضي انا كده مرتاحة، انا كده شايفة نفسي مرتاحة ان انا بفتح الحاجات اللي في الدكان كلها عندي، الحمد لله يا رب. فانا بفتح وربنا الحمد لله بيرزقني، وانا راضيه، انا راضيه برزق اللي ربنا بيبعتولي، انا راضيه يا رب الحمد لله. دي حاجه. تاني حاجه، الدكان لو سبت الشقه وخدت دكان هتبهدل بعيالي، وبرضو الناس هيقولوا يعني بدل ما بيقولوا ده فاتحه في الشارع هيقولوا ده قاعده هي وعيالها في دكان ومش عارف ايه ومتبهدلين في دكان. الناس لو حاولت ترضيهم مش هتعجبيهم، مهما عملتي مش هتعجبهم. شوف اللي في مصلحة بيتك واعمليه. انا ما بحطش كلام الناس في دماغي خالص، انا بشوف ايه اللي اقدر يفيدني ويفيد عيالي وبعمله. بصوا حبايب قلبي، هي الشقة مش كبيرة ومش صغيرة، هي الشقة دي كان قاعد فيها ماما، فاحنا فضناها يعني يعني لظروف خاصة، ان انا خلاص كنا هنفضي الشقة ونسيبها. فانا قلت لهم لا انا مش هسيبها، انا مش عايزة امشي، انا عايزة يبقى لي مكان اجمع اخواتي فيه، نتجمع فيه، ده شغلي وده اكل عيشي، وانا اتعودت على الناس وربيت زبون والناس عرفوا مكاني. وبقى حد مثلا يسأل حد مفيش حد بيبيع كذا، يقولوا في بنت في الحتة الفلانية، يجولي الناس عرفوني خلاص. فانا مش عايزة يعني اربي زبون وفي الاخر اسيبه، لان يعني انا يا جماعه عليا كارد وعليا حاجات، فطبيعي ان انا يبقى في حاجه. اما كان معايا فلوس انا عمري ما كنت فكرت في مشروع، يعني طول ما كان معايا فلوس عمري ما فكرت ان انا اعمل مشروع. بس انا مش عايزه امد ايدي لحد، مش عايزه اقول لحد انا عايزه او انا محتاجه او انا ما عنديش اكل او انا مش عارف ايه، لا عايزه دايما يبقى بيتي فيه اللي ستره. يعني انا يوم ما بلاقيش اكل بجيب بيض، بجيب جبنه، بجيب تونه من عندي، ما بكلفش جنيه، كل ده عندي. اجيب مثلا مكرونه من عندي، اجيب عدس اصفر واعمل عدس، اجيب كل حاجه من عندي. يوم ما فيش فلوس بجيب اي حاجه من عندي من الدكان واكلها، اعمل عدس، اعمل كشري، اعمل كشري وبيض، اعمل مكرونه وبيض، افتح جبنه، افتح تونه، افتح حاجات من دي كلها، وبناكل والحمد لله، والدنيا ماشيه والحمد لله. يعني بصوا ربنا يوسع على الجميع، محدش بيبدأ مرة واحدة، كلنا بنطلع واحدة واحدة. بس كده معلش حبايبي بفصل وبشغل
بصوا محدش بيبدأ يعني الحمد لله. بصوا الظروف اصلا اللي الناس بتمر بيها دي مش هتخلي واحدة بس تشتغل، هتخلي الدنيا كلها تشتغل. لان اي واحدة بتبقى عايزة تساعد جوزها، او بتبقى عايزة تساعد نفسها، او بتبقى عايزة تجهز نفسها، فطبعا ما حدش هيجيب كل ده لوحده. لا، انا كنت هعمل مكرونه وبطاطس فبعلق على الميه عشان اسلق المكرونه. فبصوا يا حبايب قلبي، ما حدش بيبدا يعني معنى كلامي ان اللي في امكانه يساعد. يعني كل واحده دلوقتي تقول لك ايه، انا عايزه اساعد نفسي، انا عايزه اجيب حاجه لنفسي، انا عايزه مش عارف ايه. طب بدل ما تروحي تشتغلي عند الناس ويهنوكي، لا، حاولي تفتحي مشروع لنفسك، انك تساعدي نفسك بمشروعك بشغلك. فاهميني؟ فهي الفكرة في كده، ان انا دورت على الحاجة اللي هقدر ابشرها، اللي هقدر اجيب يعني حاجتها واقدر افتح وكده، وجبت حاجتي وبدأت خلاص. ساعات بلخبط في الاسعار شوية، ساعات الاسعار بتطلع مني شوية بتنزل مني شوية، بس الحمد لله بتبقى ايه في المعتاد. يعني بلاقي مثلا حد يجي يقول لي دي مثلا رخيصه قوي، هي بتتباع بره كده. حد مثلا بيسالني على حاجه، حد بيجي مثلا يقول لي انا بجيبها بكذا، بس مش اي حد بصدقه. يعني مش اي حد يجي يقول لي دي سعرها كذا، ان هو مثلا رخصي شويه دي سعرها كذا اصدق. لا، مش اي حد يقول لي على حاجه. الناس بس اللي ايه، اللي قريبين مني قوي، هم اللي بقى ايه، اللي بمشي ايه على يعني اختي، مرات اخويا كده، يعني جار كده، يعني غير كده لا. فمحمد بقى زي ما انتم عارفين، هنا بقى العيال كانوا رايحين الدرس. بصوا يا جماعه، ده اقل يوم والله العظيم، ده يوم المدرسه كمان بتبهدل اكتر. يعني انا كل يوم في الموال ده، طبعا اي ست بيت عارفه، واي ست بيت بتعمل اللي انا بعمله دوت. بس انا بقى زياده ان انا ايه، يومي يا جماعه بصوا يعني كمان واخده الدور، فاليوم عندي بيخلص. بصوا انا مش عارفه عيني مبيض ده ليه، هي الفلاش بس ضارب في عيني. انا ما عنديش فلاش، بس هو اضاءه الفلاش بتاع الموبايل هو اللي ضارب في عيني، لكن انا الاضاءه بتاعتي اتحرقت، الاضاءه بتاعت الرينج لايت اتحرقت. فربنا يوفق الجميع. مش عارفه اشكركم قد ايه. شكرا جدا للناس اللي بتفرح قلبي وبيخشوا عندي على القناه، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. والناس اللي بتديني افكار برضو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. بس مش كل الافكار بتبقى يعني. السرير ده كان في الاوضه التانية، انا جبته في الاوضه دي عشان يبقى السرير لبناتي والسرير ليا. فربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. ف دي بقى ملك. بصوا فدلوقتي معاد درسهم، فانا يا دوبك بقى بسرعه كده هم فطروا، فانا بوديهم الدرس على ما يجوا من الدرس يلاقوا الغدا اتعمل ياكلوا. فانا مش عايزه برضو اقصر مع عيالي، يعني انا بطلع مريم تقعد مكاني شويه وبعديها ملك. بصوا يا جماعه الدنيا حر جدا، وكمان النور هيقطع عليا. فبصراحه ربنا المستعان، الجو بصراحه شويه ساقعه وشويه حر وشويه مش عارف ايه. فانا لسه بقى مش عارفه، بخطط شويه حاجات كده عايزه اعملهم برضو في الشقه، وعايزه اعمل شويه حاجات كده تريحني بعد كده في الشتاء، لان طبعا الدنيا هتبقى ساقعه عليا قوي، مش هقدر اقعد في الشارع، هتبقى الدنيا ساقعه عليا قوي. ومش لان انا ظهري وجعني، عندي مشكله في ظهري فبيوجعني، مش هقدر اقعد في الشارع في الساقعه. فعايزه اقعد في الصاله واخلي كل حاجه قدامي، واركب ستاره على الباب، ويبقى ايه شغلي كله قدامي يعني.